السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، والذي سيكون بداية لسلسلة تاريخية تتحدث عن نساء طابعن تاريخ المغرب وكان لهن دور فعال في خوض دروب السياسة المغربية. الفيديو سيكون عبارة عن أعمال يدوية من صنعي، وهي الرسم على الزجاج كما كنقولوا حديث ومغزل. سنتحدث عن سيدة من السيدات الأمازيغيات التي كان لها دور في حقبة الأدارس بالمغرب، وهي كنزة الأوربية الإدريسية. الأوربية نسبة إلى قبيلة أوربة الأمازيغية المسماة حاليا منطقة زرهون. هي ابنة زعيم القبيلة إسحاق بن حميد الأوربي وزوجة المولى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي اغتيل وهي حامل بابنها الأول، واستمرت في إدارة شؤون البلاد رغم وفاته بمنتهى الحزم والقوة، إلى أن وضعت المولى إدريس الثاني. تزوجها المولى إدريس الأول سنة 788 ميلادية عندما هرب إلى المغرب خوفا من أذى العباسيين، حيث استقبلته قبيلة أوربة ودعمته وزوجته من ابنتها كنزة الأوربية، التي كان لها دور كبير في إرساء قواعد الدولة الإدريسية، حيث أعدت ابنها إدريس الثاني مؤسس مدينة فاس لتولي الحكم وتحمل عبء الدولة، حيث أجلسته على كرسي الحكم وهو صغير السن لا يتجاوز 11 سنة، وبايعه القوم رغم سنه الصغير، فحكم البلاد بمشورتها وتوجيهاتها، وقام بالعديد من الفتوحات كنف والدته. كما كان لدى السيدة كنزة الأوربية الإدريسية العديد من المواقف في عدة مناسبات، حيث تدخلت بحكمة عندما تولى حفيدها محمد الحكم الحكم، حيث قام إخوته بمنافسته وكادت تحدث فتنة لولا تدخلها، حيث أشارت إليه بتقسيم المغرب وكل واحد من إخوته يحكم إقليم، وبفضلها بقيت الدولة متماسكة. هذه غير نبذة بسيطة عن سيدة من السيدات الأمازيغيات اللواتي طابعن السياسة المغربية في حقبة من الحقب التاريخية. طبعا هذه غير نبذة صغيرة، ماشي فيديو لدرس في التاريخ، غير تعريف بسيط لبداية السلسلة لنساء كان لهن دور في السياسة المغربية. ربما ملي غادي نهضروا على أسماء مناضلات يعرفهن الجيل الحالي أو يسمع بهن، سأكون أكثر دقة وعمق في روي الأحداث التي عاشتها تلك الشخصية اللي غادي نهضر عليها. لكن هذه الشخصيات التي سأبدأ بها السلسلة ستكون مقتضبة وعبارة عن بيوغرافي، سيرة ذاتية شخصية بسيطة. طبعا إلى جيت نسرد الأحداث التي عاشتها الشخصية غادي نوليو في درس في التاريخ، وهذا ليس المغزى من السلسلة. طبعا المغزى هو أن اللي كيتفرج بالفيديو ما يجيش ممل إلا هضرت على داكشي اللي كيشوف في الفيديو، لأن اليوتيوب عامر فيديوهات تعلم فن الرسم على الزجاج، يكفي أن تكتب غير العنوان وغادي يطلع. فضلت أن الفيديوهات تكون فيهم شوية ديال الثقافة من نوع آخر، وهذه غير بداية. الفيديوهات القادمة غادي تكون عن نساء كنسمعوا سميتهم بزاف في المناسبات في الوقت الحالي، يعني سميتهم كتكرر دائما على مسامعنا. رغم رحيلهن بقيت أسماءهن ومواقفهن لم ينساها التاريخ. إلى اللقاء مع شخصية سياسية نسائية قادمة ستكون من الأسماء المناضلة والمعروفة لنا جميعا، والتي كان لها دور مهم في فترة من فترات
التاريخ والذي راودته بدمائها الزكية، حيث كانت ضحية لمواقفها. حاولوا كشف اسم الشخصية القادمة في التعليقات. شكرا على المتابعة، ولا تنسونا من تشجيعاتكم وانتقاداتكم البناءة، وإلى فيديو قادم بحول الله. مع السلامة.